السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي برامج تانية ابتدائي، وإن شاء الله مكملين النهاردة في آخر درس لينا في الترم الثاني للصف الثاني الابتدائي، وهو نموذج كتابة قصة قصيرة. نموذج كتابة قصة قصيرة. نشاط واحد: أكمل القصة بجمل ربط مناسبة. عندنا الجمل: وفي أحد الأيام، يحكى أن، وفي أثناء ذلك، وفي النهاية، وفجأة. نقرأ مع بعض. نقط: في غابة مليئة بالأشجار الكبيرة عاش عصفور صغير مع أمه وإخوته في عش صغير فوق شجرة عالية. أيوة، أول حاجة بنبدأ بيها إيه؟ يحكى أن، يبقى دي يحكى أن نحطها مكان النقط. تاني حاجة: نقط: ذهبت الأم لإحضار طعام للعصافير الصغار فهم لا يستطيعون الطيران. وفي أحد الأيام، ولو في أثناء ذلك، ولو في النهاية، وفجأة. لا، في أحد الأيام ذهبت الأم لإحضار طعام للعصافير الصغار فهم لا يستطيعون الطيران. نقط: هبت ريح شديدة. ايه بقى؟ في أثناء ذلك، ولا في النهاية، ولا فجأة؟ وفجأة. وفجأة هبت ريح شديدة هزت العش فوقع العصفور على الأرض وظل مكانه تحت الشجرة خائفا. نقط: مر فيل طيب. يبقى وفي أثناء ذلك، ولا وفي النهاية؟ وفي أثناء ذلك. وفي أثناء ذلك مر فيل طيب فرأى العصفور الصغير الخائف فرفعه على خرطومه وأعاده للعش. آخر حاجة بقى: نقط: جاءت العصفورة الأم. يبقى ايه؟ أيوة، آخر جملة اللي هي وفي النهاية. وفي النهاية جاءت العصفورة الأم وشكرت الفيل على مساعدته. نشاط 2: ارسم القصة. طبعا احنا قرينا القصة مع بعض ورسمنا صورة بتعبر عن هذه القصة. كتابة قصة قصيرة. نشاط: خطط لقصتك قبل كتابتها. أول حاجة: الشخصيات اللي موجودة معانا في القصة: ولد اسمه معتصم، ولد تاني صديقه مروان، والمعلمة. الزمان هيكون في صباح أول يوم دراسي. المكان هيبقى في المدرسة. دي القصة اللي احنا هنكتبها. البداية: في صباح أول يوم دراسي ذهب معتصم ومروان إلى المدرسة. المشكلة: ايه المشكلة؟ لم يجد معتصم ومروان فصلهما. في النهاية شكر معتصم ومروان المعلمة. ايه جمل الربط اللي استخدمناها في القصة اللي احنا كتبناها؟ في أثناء ذلك، وفي النهاية. هنكتب بقى القصة مع بعض. نشاط: اكتب قصتك وارسمها. بس واحنا بنكتب القصة لازم نتأكد من ان القصة بتحتوي على بداية، تحتوي القصة على مشكلة، تحتوي القصة على نهاية، وان الإملاء يكون صحيح. لازم نراعي علامات الترقيم داخل القصة. لازم نحدد زمان ومكان القصة. هستخدم جمل ربط. واخر حاجة: لازم يكون الخط جميل ومناسب. هنقول بقى مع بعض. في صباح أول يوم دراسي ذهب معتصم مع صديقه مروان إلى المدرسة وظلا يبحثان عن فصلهما الجديد ولم يجدوه. وفي أثناء ذلك قابلتهما المعلمة وسألتهما عما يبحثان، فأجاب معتصم: عن فصلنا الجديد. فأخذت المعلمة اسم كل منهما وأوصلتهما إلى الفصل. وفي النهاية شكر معتصم ومروان المعلمة. وهنرسم على اللي بيعبر عن هذه القصة. بعد ما راعينا الحاجات اللي احنا قلنا عليها، القصة بتحتوي على بداية ومشكلة. لو لقينا القصة متحتويش على نهاية، أو إن الإملاء غير صحيح، أو إن احنا مش مراعيين علامات الترقيم، أو محددناش زمن أو مكان القصة، أو ما استخدمناش جمل ربط، لازم نعيد كتابة القصة تاني. سأعيد كتابة قصة قصيرة بعد تقييم الذاتي. هنقول مع بعض. في صباح أول يوم دراسي ذهب معتصم مع صديقه مروان إلى المدرسة وظلا يبحثان عن فصلهما الجديد ولم يجدوه. وفي أثناء ذلك قابلتهما المعلمة وسألتهما عما يبحثان، فأجاب معتصم: عن فصلنا الجديد. فأخذت المعلمة اسم كل منهما وأوصلتهما إلى الفصل. وفي النهاية شكر معتصم ومروان المعلمة. بكده احنا كتبنا القصة مرة ثانية بعد تصحيح الأخطاء اللي كانت موجودة في المرة الأولى. لاحظ وتعلم. نشاط 1: اكمل كلمات بتاء مربوطة أو مفتوحة. طيب هنعرف منين التاء المربوطة أو المفتوحة؟ التاء المربوطة لما بقف عليها تتنطق هاء، لكن التاء المفتوحة لما بقف عليها بتتنطق تاء برضو. زي ايه؟ شجرة. شجرة، أنا لما وقفت عليها يعني لما حطيت عليها سكون على آخر حرف اتنطق ايه؟ اتنطق هاء، يبقى دي تاء مربوطة. شجرة. طيب بيت. بيت حطيت سكون على ايه؟ آخر حرف اللي هو التاء. لما حطيت سكون على التاء اتنطق التاء زي ما هي، يبقى تاء مفتوحة. بيت. كتكوت. كتكوت وقفت على التاء، يبقى دي ايه؟ تاء مفتوحة لأنها اتنطقت تاء. موزة. موزة اتنطقت هاء لأني وقفت عليها فاتنطقت هاء، يبقى دي تاء مربوطة. نشاط 2: صل كل كلمة بالصورة المناسبة. جار. نتعاون. مسنون.
مسنون اللي هم كبار السن. طب جار هنوصلها لأنهي صورة؟ أيوة الصورة الأخيرة. نتعاون، مين بيتعاونوا مع بعض؟ أيوة الصورة الأولانية اللي فيها إيه؟ اللي فيها الأطفال بيتعاونوا مع بعض. مسنون، مسنون اللي هم كبار السن اللي هي الصورة اللي في النص. نشاط 3. اكتب اسم الإشارة المناسب لكل جملة. عندنا أسماء الإشارة: هذا للمفرد المذكر، هذه المفردة المؤنثة، وهؤلاء للجمع بنوعيه، والجمع يكون جمع عاقل، يبقى هؤلاء للجمع العاقل. عندنا كمان جمع غير عاقل بياخد هذه. طب نقرا مع بعض. 1. نقط وردة جميلة. وردة دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. طيب مفرد مذكر ولا مؤنث؟ وردة. يبقى عندنا التاء المربوطة هنا، يبقى دي مفردة مؤنثة، يبقى تاخد ايه؟ تاخد هذه. هذه للمفردة المؤنثة، هذه وردة جميلة. 2. نقط أطفال متعاونون. أطفال دي مفرد ولا جمع؟ جمع. أطفال، يبقى ياخد ايه؟ جمع عاقل، ياخد هؤلاء. هؤلاء أطفال متعاونون. 3. نقط أسد مفترس. أسد دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. طيب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. أسد، يبقى ياخد ايه؟ هذا أسد مفترس، هذا للمفرد المذكر. 4. نقط زرافة طويلة. زرافة دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب مفرد مؤنث ولا مذكر؟ زرافة، يبقى ايه؟ مفردة مؤنثة، يبقى ياخد هذه للمفردة المؤنثة، هذه زرافة طويلة. 5. نقط قصص كثيرة. قصص دي مفرد ولا جمع؟ جمع، بس جمع ايه؟ جمع غير عاقل، خلي بالنا. جمع العاقل بياخد هؤلاء، لكن دي جمع غير عاقل فياخد ايوه برافو عليك هذه. هذه قصص كثيرة. نشاط 4. اقرأ ثم أجب. في يوم من الأيام في حصة الرسم وجدت صديقي سامرا يجلس وحده حزينا، فذهبت إليه سائلا عن سبب حزنه، فأخبرني بأنه نسي ألوانه في البيت ولن يستطيع المشاركة معنا في التلوين، فقمت بطمأنته وتشاركت معه الألوان، وأخيرا قمنا بتلوين اللوحة بألوان جذابة. 1. جلس سامر حزينا لأنه أيوة نسي ألوانه في البيت. 2. ساعد الولد سامرا حيث تشارك في إيه؟ تشارك نقط، تشارك معه الألوان. 3. معنى كلمة جذابة: هل هي جميلة ولا قبيحة ولا صغيرة؟ جذابة يعني جميلة. 4. اكتب عناصر القصة. عناصر القصة أول حاجة إيه؟ الزمان. الزمان كان إمتى؟ في حصة الرسم. طب المكان، المكان يعني فين؟ المكان كان فين؟ في الفصل بالمدرسة. البداية، بداية القصة: في يوم من الأيام في حصة الرسم. المشكلة، المشكلة كانت إن سامر نسي ألوانه في البيت، يبقى نسي سامر ألوانه في البيت. النهاية، النهاية تشارك الألوان وقاموا بتلوين اللوحة. نشاط 5. عبر عن الصورة بجملتين إحداهما فعلية والأخرى اسمية. جملة فعلية، جملة فعلية تبدأ بفعل. هنقول يقوم الأصدقاء بخدمة مجتمعهم، يبقى دي جملة فعلية بدأت بفعل مضارع. جملة اسمية يعني تبدأ باسم. هؤلاء الأصدقاء متعاونون، هؤلاء اسم إشارة، يبقى دي جملة اسمية. قيم نفسك. نشاط 1. ادمج الحروف لتكون كلمة. عندنا أول حاجة نون والعين والألف والواو والتاء. هنكون الكلمة تبدأ بالحرف التاء اللي هو الحرف اللي باللون المختلف. رتبنا الحروف ولقيناها تكونت كلمة تعاون. النون والياء والراء والألف والجيم. هنبدأ بإيه؟ بحرف الجيم اللي هو باللون المختلف. هنرتب الحروف وهنلاقيها كونت كلمة جيران. التاء المربوطة والشين والألف والراء والألف. هنبدأ بالألف اللي تحتيها همزة اللي هي إيه باللون المختلف، وهنرتب الحروف هنلاقيها كونت كلمة إشارة. نشاط 2. اجمل بعلامات ترقيم مناسبة. عندنا نقطتين فوق بعض أو النقطتين الرئيسيتين بتيجي مع المرسل إليه في الرسالة. علامة الاستفهام بتيجي في آخر السؤال. علامة التعجب بتيجي في آخر أسلوب التعجب، والنقطة بتيجي في آخر الجملة. رقم 1. أين صديقك حسين؟ ده أسلوب استفهام، أداة الاستفهام أين، يبقى نحط آخره إيه؟ علامة استفهام. 2. من صديقك نقط أحمد. من صديقك أحمد دي بتيجي في الرسالة، يبقى نحط إيه؟ نقطتين رئيسيتين أو نقطتين فوق بعض. 3. ما أشبه الوردة في الحديقة. ده أسلوب إيه؟ أسلوب تعجب، أداته ما، أداة التعجب، وإيه وكلمة على وزن أفعل اللي هي أجمل، وفي الآخر نحط إيه؟ علامة التعجب. 4. أحبك يا أمي. ده إيه؟ دي جملة يبقى آخرها نقطة. نشاط 3. اكمل الجمل الآتية بما هو مطلوب بين القوسين. 1. هذا طفل متعاون.
استخدم هذه بدلا من هذا. هذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة، وهي موجودة أصلا في الجملة. هذا اسم إشارة للمفردة المذكر، يبقى حولها للمفردة المؤنثة تبقى هذه طفلة، أحط ت مربوطة، متعاونة. 2. الطفل يلعب في الحديقة، حولها إلى جملة فعلية. عندنا الطفل ده اسم ولا فعل؟ اسم، لأنه أوله ألف ولام، يبقى الجملة دي جملة اسمية لأنها بدأت باسم. عايزة أحولها لجملة فعلية، أدور على الفعل في الجملة. الفعل إيه هو؟ يلعب، فعل مضارع، يبقى أجيبه في الأول. يبقى يلعب الطفل في الحديقة، يبقى كده بقت جملة إيه؟ فعلية. 3. يشرب أحمد العصير، حول الفعل المضارع إلى ماضي. فين الفعل المضارع؟ اللي في أول الجملة، لأنها جملة فعلية. يشرب فعل مضارع، أحوله الماضي تبقى إيه؟ فعل حدث خلاص، تبقى شرب. شرب أحمد العصير. 4. افتح الباب، اكمل مستخدما اسلوب النداء. ممكن نقول يا ايه؟ يا مالك افتح الباب، اسم شخص. 5. يذاكر خالد دروسه، استخدم اسلوب النفي بلم. يبقى انا كده هنفي، هقول ايه؟ لم يذاكر خالد دروسه. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهارده، والحمد لله رب العالمين انتهينا من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الابتدائي. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم في وقت من الصحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.